اهلا، مساء الخير. انا عمرو رشدي ودي عصابة الماكس. الفيلم من انتاج 2024 تحديدا عيد الاضحى، وتقريبا كل الافلام اللي نزلت في الوقت ده اتعرضت كلها على المنصات في اخر سنه او سنتين، لكن الفيلم اتاخر قوي. القصه بتاعت الفيلم شبه قصه فيلم وي ار ذا ميررز، وخلي بالك انا قلت شبه مش مسروق. الفيلم في عيد الاضحى 2024 جمع 30 مليون جنيه، واعتقد ان ده رقم يعتبر قليل لو قارناه ببقيه الافلام اللي نزلت في نفس العيد. اللعبه مع الكبار 60 مليون، ولاد رزق 3 260 مليون. اللهم بارك، ايه الرقم ده؟ وانا هنا بتكلم عن ايرادات السينما المصريه بس. من اول الفيلم كده بتبدا تفهم ان احمد فهمي واد جامد وخطر، ويعني مجرم حط خطه صعبه جدا وراح سرق شبكه، وكل شيء كان معمول حسابه. لا، واد بيخطط بصحيح. وبما ان المشهد ده ما فيهوش اي كوميديا ولا ليه علاقه بقصه الفيلم، فالفيلم بيحاول يقول لنا ان احمد فهمي جامد وبيعرف يخطط وبيعرف ينفذ كويس قوي وبيحسب كل حاجه قبل ما يعملها. متضايق جدا من اللي وصل له خالد الصاوي والله، بعيدا عن اني مش عارف هو بيتكلم مين، بس هو عايز ينقل تابوت فرعوني. ايوه الراجل كده، روح مكانك عشان خالد ما يكلمش نفسه. قصص هنا بيدي فكره جامده جدا لاحمد فهمي. اتوبيس للاطفال ما بيتفتش، وهنا برضه قصص بيفهم احمد فهمي ان ما ينفعش الباص يهرب موميا. الباص لو بيعدي على كمين ولا اتنين في سيدي بشر فالساعه 2 الظهر وميعاد خروج مدارس، ودي مدرسه اطفال واتوبيس مدرسه اطفال فيعدي، لكن مش موميا على طريق سفر. حاجه منطقيه جدا. بس احمد فهمي بيقنع قصص ان هم يعملوا عيله عشان يعرفوا يعدوا بالباص. اكيد يعني الكماين مش هتفتش عيله. ليه؟ فهمي فعلا بيجمع العيله كانت مكونه من روبي اللي هتعمل دور مراته، لبلبه اللي هتعمل دور حماته. والفيلم ما جابش هو اقنعها ازاي، يعني ايه؟ وحاتم صلاح جوز لبلبه وحام احمد فهمي. مش هتكلم عن اختيار حاتم صلاح، الراجل كوميدي وكل حاجه، ومش هتكلم برضه على اختيار لبلبه، ست برضه في اسن كوميدي، ولكن الاتنين مع بعض. حاتم صلاح 39 سنه يعني تقريبا 40، ولبلبه 79 سنه يعني تقريبا 80. فرق السن بينهم 40 سنه. هو المخرج تمام مع اللي بيحصل ده. في المشهد ده بيتفقوا على الخطه في الوكر اللي هو صعب توصل ليه وكده، فروبي بتجوع وبتجيب شويه اكل، يعني شويه اعلانات كده عشان تسند الانتاج. ده مش شكل بص هيسافر من اسكندريه لاسوان. بص، اول ما هشوف الصندوق ده هقول ان في حاجه شمال، حشيش بقى، سلاح. وانا مش خريج شرطه، انا خريج تجاره عادي. فبينطلقوا من اسكندريه لاسوان، وفي الطريق بيلاقوا كمين. الضابط بيوقفهم وبيسالهم الرخص، فبيقولوا له ده اتوبيس عيله. غلي بالك انت. فبيقول لهم حاجه منطقيه جدا، ايوه اسره صح. طب بطايق الاسره كلها والرخص واركن على جنب. بيعدوا بطريقه غريبه يعني، بس راجل فيلم عيد وكده والناس مبسوطه فمشي الدنيا. بيظهر محمد لطفي او الهيلماني باشا، ولو انت مش عارف مين ده فهو الهيلماني باشا ده بيتاجر في الاثار وفي السلاح والمخدرات واي حاجه شمال. بيحاول يقنعهم بصنف جديد. الهيلماني باشا بيعمل ميتنج وبيجيب كل تجار المخدرات وبيقول لهم على المنتج الجديد. صنف جديد ايه؟ والبضاعه اللي عندنا في المخازن دي كلها نعمل فيها ايه؟ بس هم كانوا مش مشدودين يعني، مش انا معاك يا هيلماني. ما شاء الله بعد ما قال كلمه الخيبانين الناس اقتنعوا. في الرحله بيلاقوا عزاء سادة الطريق، بيركبوا معاهم غصب عشان يوصلوهم للمقابر. يعني اختار الاتوبيس من الاول عشان المشهد ده؟ لا برافو، ما كانش ليها حل تاني. فهم دلوقتي رايحين يدفنوا الجثه، بس لا هنسيبها في الباص. ليه؟ هل هم نسيوها؟ هل ما دفنوش قبل كده فمش عارفين ان الدنيا بتمشي ازاي؟ ايه؟ مش هطول عليك، قول طول. بتحصل عركه عند المقابر، ورجاله الهيلماني ماشيه بتسرق الجثه الغلط من الاتوبيس. بيشوفوا في النص اللبلبه، بس بيلاقوها كده قاعده في حالها، فما بيحبوش يأذوها يعني. ثروت بيتفق مع فهمي ان بص يا ابن الناس، هتجيب جثتي هجيب لك جثتك، مش هتجيب جثتي مش هجيب لك جثتك. فهمي ما بيبقاش عارف يبدا منين، بس لبلبه بقى بتقول له ان هي صورت الناس اللي سرقت الجثه، وادي صورتهم اهي. دي بالصوره متاخده في الخباثه. هما ناقص يبتسموا. فهمي بيعرف ان رجاله الهيلماني هما اللي سرقوا الجثه، فيقرروا ان هما يعدوا على الهيلماني، اصل هما في سكتنا يعني مش بعيد. ايه الفيلم ده؟ بيوصلوا الحفلة ومش بيعرفوا يخشوا ازاي، بس هنا بيكا بقى بيظهر وبيساعدهم. بصراحة بيكا كان حلو في الفيلم ده، مش هقول حاجة. المهم بيدخلوا الحفلة والطفل اللي معاهم بيبدأ يلعب في القصر. ايه بيلاقي المكان اللي هما زارعين فيه البلاك ابل، التفاح الاسود اللي بيعمل دماغ. فالطفل بيخش عادي. طب ايه؟ مفيش حراسة؟ طب مفيش باب مقفول؟ طب مفيش باب؟ طب الطفل بياخد التفاح وبيديه لبقيه الفرقه عشان ياكلوا منه. هو يعني التفاح شكله بايظ، هو شكله بايظ، هو ايه يا اخوانا؟ وبياكلوه.
يعني اصل المخرج عايز كده، كلهم بيعملوا دماغ وبيتخيلوا حاجات مختلفه. حاتم صلاح مثلا بيتخيل غساله بتجري وراه، فهمي بيتخيل نفسه مكسيكي بجد وبيحارب رجاله الهيلماني، روبي بتشوف بيكا احمد فهمي، واسس بيكلم جثه. ليه لبلبه لابسه بدله رقص وبترقص؟ على المستوى الدرامي انت ما ضفتش حاجه، على المستوى الكوميدي المشهد ما بيضحكش، وعلى مستوى الاغراء فدي ست عندها 80 سنه ليه؟ المهم بيهربوا بطريقه معرفش ازاي وخدوا الجثه معاهم. قشطه يعني. مرة واحدة الدنيا بتغيم كده وبنفوق وبنلاقي نفسنا في حقل ألغام، فبيقرر فهمي إن هو يستعين بواحد من صحابه الجدعان. فبيقرر يستعين بمين؟ نفس الصور معاه. مين؟ هو مع احترامي للسقة يعني، بس ايه اللي جابك؟ أصله صاحبنا وقريب ويعني ايه الفيلم ده؟ موتوا السقة، تمام. هربوا من الألغام ازاي؟ تمام. روبي بتفتكر بقى ان قرية باباها قريبة من المكان اللي هم فيه، فيلا نروح على هناك ناخد نفسنا كده ونشوف هنعمل ايه. الغريب بقى ان المكان كان صحراء شط وبحر، بحر بتاع عوم مش بتاع شرب، فهم كده راحوا دهب مش راحوا اسوان. بيتفقوا بعد كده مع ثروت وبيعملوا تبادل جثث، وهم راجعين بيكتشفوا ان الهيلماني باشا عارف المكان وراح عشان يستناهم في القرية. فاحمد فهمي الامين الشجاع ابن البلد عرف المعلومات دي ومقررش يهرب. بس ثانية واحدة، يهرب ازاي؟ ده بينه وبين القرية تقريبا 20 متر وهو معاه اتوبيس كحيان، يعني لو فكر يخلع هيتجاب. الهيلماني بياخد الموميا ويخلع، والفريق بتاعنا بيتخانقوا مع احمد فهمي عشان بيكتشفوا ان هو كان ناصب عليهم، وبيقرروا ان هم يسيبوه خالص ويبعدوا عنه، وهو من سكة واحنا من سكة. بس بعديها بدقيقة بيرجعوا تاني. يا الله، هو في حاجة حصلت انا مشفتهاش طيب ولا ايه؟ ايه الفيلم ده؟ الفريق بتاعنا بيروح تاني عشان يرجع الموميا في الغردقه. الهيلماني بيعرف وبيهرب الموميا وبيهرب هو كمان، بس فهمي وروبي وراه. فهمي اول ما بيوصل بيلاقي واحد بتاع امن باصص في تليفونه، بنعرف ان ده المكان اللي كان متفق عليه بين الهيلماني باشا والراجل التاني اللي معرفش اسمه ولا حد كان مهتم. يا راجل كبر مخك. عشان يبدل معاه الجثة وياخد منه الفلوس. بس احمد فهمي بقى كان بيتسحب هو وروبي عشان يبوظوا الخطة، اهو بيتسحبهم ان شاء الله عليه، ان شاء الله ان شاء الله. هو وروبي ما شاء الله عليهم بيقتحموا الصفقة وبيوقفوها وبيبدأوا ضرب في كل مخلوق ربنا، ان شاء الله 2 بس على كل الناس دي. وبعد ما بيقضوا على كل دول بيطلع لنا الهيلماني باشا، وبعد خناقة عنيفة بين احمد فهمي والهيلماني، الهيلماني بيسيطر عليه بالسلاح، بيقرب منه جامد جامد علشان يقدر يوقفوا عند حده. احمد فهمي خد منه السلاح، يعني حركة غير متوقعة بالمرة. احمد فهمي بيقدر يتغلب على الهيلماني باشا، وبعد كده بيرجعوا الموميا باين للحلو، وفي اخر الفيلم بيروحوا للمكسيك وبينتهي الفيلم. وبس كده، سلام.